السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في مطبخ داليا. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض أصابع الفراخ المقرمشة. شايفين يا جماعة شكلها حلو ازاي ومقرمشة جدا، ومقرمشة كده من بره وطرية من جوه. يعني لو عندك صدر فرخة واحد هتعملي أحلى فطار لأحلى الصبح كده للمدرسة. يعني بدل بقى اللانشون والجبنة وتحتاري تعملي ايه كل يوم، وهتعمليه كده وتحطيه في الفريزر عندك. شايفين يا جماعة عملت معايا كمية كبيرة جدا. وقبل ما ندخل على الطريقة يا ريت تعملي لي لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف مقاديرنا ايه. اول حاجه عندي هنا ربع كيلو من البطاطس سلقتها بقشرها، وبعد كده هحطها في الكبه علشان افرمها بالشكل ده كده اهو يا جماعه. عندي البطاطس اتفرمت هنزلها كده بالشكل ده. وعندي كمان صدر فرخه مغسول طبعا كويس ومنقوع. بعد كده هقطعه قطع كده واحطه في الكبه وافرمه برده بالشكل ده كده. هنزل برده بالفراخ المفرومه بتاعتي على البطاطس. معايا بيضه، معايا فلفل، بصل بودر، توم بودر، بابريكا، بهارات فراخ، فلفل اسود، معايا 3 معالق بقسماط، معايا معلقتين من الكريسبي خلطه كده بتاعه الفراخ، معايا معلقه صغيره من البيكنج باودر. وهعجن كله كده مع بعضه بالشكل ده كده اهو يا جماعه. بعد كده هحط الخليط بتاعي ده كله كده في الكبه وهديله كده فرمه كويسه بالشكل ده. بعد كده جبت هنا كيس تلاجة كده وقطعته وحطيته بالشكل ده كده. وبعد كده جبت كيس تلاجة دهنته زيت وحطيت فيه الكفته بتاعتي. وبعد كده بقى يا جماعه بقصها كده، يعني القطعه اللي انت حسب ما تعوزيها طويله رفيعه بالشكل ده. عملت لي كميه حلوه جدا. وبعد ما اخلصها بقى هحطها في الفريزر لحد بقى ما تجمد معايا. يعني لو عملتيها من بالليل هتسيبها للصبح لحد ما الكفته كده تجمد معانا بالشكل ده كده اهو يا جماعه. بعد كده هعمل بقى الكفر بتاعنا. معايا هنا بيضه وشويه من الحليب، معايا كمان بقسماط، معايا نشا، معايا دقيق، ومعايا الكفر المقرمش. خلطتهم كده مع بعض. وبعد كده حطيت في البيض والحليب. بعد كده نزلت بيهم في الخلطة بتاعتنا بالشكل ده كده. وهبدأ بقى ارصهم في الاطباق لحد طبعا ما اخلص بقى الكمية بتاعتي. وما شاء الله عملت لنا كمية حلوة جدا جدا. زي ما قلت لك مش هتحتاري بقى كل يوم الصبح وهم رايحين المدرسة. شايفين هتفرزيها بقى في الفريزر. وانا كمان كنت حمرت كده صابعين علشان برضو تشوفوهم. يعني ما جبتش بقى وانا بحمر، يعني يا دوبك بس حمرت كده صابعين بالشكل ده. هنشوفهم اهو مع بعض. شايفين زي ما قلت لك عملت معانا كميه حلوه جدا يا جماعه. شايفين بقى شكل الكفته بتاعتنا بعد ما اتحمرت قد ايه هي مقرمشه كده من بره وطريه من جوه. شايفين بقى شكلها من جوه عامل ازاي. ولو عجبك الطريقه يا ريت تعملي لي لايك. اشوفكم على خير يا رب الفيديو اللي جاي.